العائلات والناس النوعيه دي من الجمهور كان غايب عن الجمهور. ده صحيح. صح ولا لا؟ ده صحيح. ما كانش في كم السينماهات، كان الصوت وحش جدا في السينماهات. ما فيش مثلا 3 بنات يقدروا لوحدهم يخشوا. الكلام ده حصل يعني من 5 سنين تقريبا او تقريبا يعني ابتدت سينمات بمستوى معين بالزبط. بيقدر يروحها كل الشباب ومفيش مشاكل، والعائلات كمان تخشها. دي نمره واحد. ده ميزه عندهم. ده ميزه. ميزه مش عندهم، ميزه للصناعه السينما عندهم يعني. انا بقول مجازا يعني انها تبقى ليهم يعني. تاني حاجه ان كان في كم منتجين اكتر قبل حرب الخليج. يعني من ابتداء من حرب الخليج ابتدت المنتجين تقفل مكاتبها وتبطل وتقول لك لا ومش مضمون ومضمون، لان كان في مشكله في التوزيع، لان كانت الفيلم المصري كان بيعتمد اساسا الاعلانات على التوزيع الخارجي واعلاناته طبعا على التوزيع الخارجي. أيوة. وايراد الفيلم الداخل ما كانوش بيفكروا فيه كفايه، لانه ما كانش لدرجه ان انت لو تفتكر ان احنا عملنا كذا ندوه طبعا في الاهرام ومع الاستاذ محمود عبد العزيز والملك فريد شوقي الله يرحمه ومحمد رمزي، وقعدنا كنا بنتكلم يا جماعه اوروبا بتجيب ايرادها الاول من الداخل وبعدين من قنوات التلفزيون وبعدين من الخارج، لان احنا مش امريكا ولا احنا الهند. انت ايه رايك ان الفتره اللي فاتت دي بقى لنا يعني 2 3 والسينما تضحك؟ وانت قلتي مره ان السينما مش معقوله تفضل تبقى ضحك في ضحك، ما ينفعش. يعني السينما ناقصه سينما. السينما دي حلوه بس ناقصه سينما. عايز تعليق. وده ابتدى، وده فعلا هو ده اللي انا قلته وابتدى يحصل. يعني لقينا في ارض الخوف، لقينا في فيلم رضوان الساحر الاستاذ محمود عبد العزيز، رضوان الكاشف عمل جو شويه كويس في دمشق. في فيلم بحب السيما لأسامة فوزي اللي انا مشتركه فيه انا ومحمود حميده، وبطل طفل صغنن رائع. في فيلم داوود عبد السيد الجديد انا لسه ما شفتوش. يعني اقصد ان في فيلم السادات طبعا لمحمد خان. يعني بدأ يحصل تحسن شويه، وده عادي، ده بيحصل. وبعدين برضو هتلاقي حتى ان افلام الضحك ابتدت كل فيلم بيبقى احسن من التاني شويه، بيبقى فيه موضوع اكتر، بيبقى اصحاب ولا بيزنس مثلا. انا سرحت خالص الحقيقه، معلش ما تزعليش مني. انا سرحت خالص منك لانك قلتي تعبير يعني خضني انا شخصيا على الولد. قلتي ولد جميل جدا جدا جدا، فانا سرحت في علاقتك الفظيعه بالاطفال. وان انت ما اتجوزتيش وما خلفتيش لغايه دلوقتي. ما ان شاء الله هيحصل. وبعدين دي ليلى علوي احنا عارفينها. دول الناس ما تعرفش دول مين. دي فرح بنت اختي، ودي هنا بنت اختي الصغننه. دول ولادي انا عارف. طبعا الخاله ولاده بيقولوا. طبعا دول يعني كل حياتي. في طفل كمان ظهر فجاه في حياه ليلى علوي. في حياتنا كلنا مش في حياه ليلى علوي بس. مين كلكم؟ في خالد، انا وماما يعني. ولميا وحافظ وفرح وهنا. عايز اعرف تفاصيل الحكايه. لا هي مش تفاصيل ولا حاجه، هو حصل ظروف. واحده قريبتنا يعني كان عندها المرض الوحش وتوفت وكده، وماما تحملت مسؤوليه الولد البيبي، هو لسه طفل. يعني ده قرار ماما مش قرار ليلى علوي؟ يعني ما هو لا هو طبعا قرار مشترك. ماما اولا واولا طبعا وانا ولميا وحافظ وشيوخ رجال دار الافتاء ورجال. اشرحي لي بقى الحكايه، انا محتاجه. لا انا ما بحبش اتكلم في حاجات يعني خاصه ببيتي قوي، الا ان انا بقول. مش بيتك بقى، ما انا هقول لك معلش. دي حاله انسانيه جميله، انا احب اعرف ازاي اتعملت، عشان دي حاجه حلوه للناس انها تعرف اتعملت ازاي، عشان دي فيها انقاذ لطفل. ودي مسألة ان انت لو الناس سمعتها منك اعتقد ان ممكن يتأثروا وممكن تبقى مفيدة للاطفال كتير بعد كده. انا مش بطلبها عشان اعرف معلومات خاصة عنك، انما اعتقد ان الحكاية تستحق ان احنا نتكلم فيها يعني ولا شوية. حاجة لما هتلاقي النهاردة واحد اتيتم وده يعني قريبك، حقيقي قريبك من بعيد لكن قريبك. بلاش قريبك، هتعمل ايه وانت شايف طفل كده؟ ما هو نفس الحالات اللي زي دي بتدي مساعدات ماليه، بتدخل مدرسه. طب الحمد لله بنعمل. انما انت خدتيه معاكي في البيت يا ليلى؟ هل ده بقى عندك في البيت؟ يعني بقى ليه اوضه عندك في البيت؟ في اوضه ماما. في اوضه ماما. وانت متابعاها لحظه بلحظه؟
لا مش لحظه بلحظه، يوم بيوم. لان يعني عنده كام سنه يا ليلى؟ لا عنده 6 شهور يا محمود، ده بيبي. ما نقدرش نسيب حاجه كده. عنده 6 شهور؟ 6 شهور 6 شهور يعني. هو خدناه يعني خدناه قبل ما والدته تتوفى، وهو يعني سرته كانت لسه ما وقعتش. وهو والده فين؟ والده متوفي برضه، متوفي من قبلها. وانت واخده قرار مع ماما واخواتك يعني الاسره كلها انكم الولد ده يبقى ابنكم؟ الحمد لله، وربنا يقدرنا يا رب يعني. وسالنا في دار الافتاء وكده، وسالنا يعني الشيخ، فقال لنا كلمه كانت فظيعه جدا. قال لنا دي نعمه ربنا انعمكم بيها، اوعوا ترفضوها. صحيح، يتيم ده شيء. لا دي نعمه لينا، مش ليه هو. دي نعمه لينا احنا، فاوعوا ترفضوها. ده ربنا رزقكم بيها، فاوعوا ترفضوها. بس هي الكلمه دي بقى وقفتنا كلنا من كل المخاوف والمسؤوليه والتعب. وبعدين يعني ماما ما زالت مسؤوله عني، وانا مسؤولياتي كتيره في شغلي، ولميا عندها بنتين، وام مثاليه جدا جدا يعني، وزوجه مثاليه جدا يعني. سابت شغلها ومامي بتشتغل، ولميا سابت شغلها عشان دول اطفال محتاجينها. عارف ازاي؟ بس قلنا احنا راضيين بنعمه ربنا، وربنا يقدرنا ونعمل. البيت دلوقتي بيبي بيعيط وبتقوم تشوفيه بالليل. ولسه الدكتور جاي له النهارده، عنده نزله شعبيه وكده، ودلوقتي هو عنده 6 شهور. ف يعني انا كان طبعا قعدت في المسلسل مثلا 2.5 شهور مشغوله بيه جدا يعني. انت عارف بقى تصوير المسلسلات، فطبعا للاسف ما. بس على الموبايل على طول طبعا، لحظه يعني على الموبايل، وقبل ما انزل، وحتى لو رجعت متاخر اطلع اشوفهم نايمين صاحيين. عملت ايه في حياتك الحكايه دي ليه؟ عامله حاجه حلوه قوي، عامله حاسه ان انا بقيت هاديه اكتر، حاسه ان انا عندي حاجه بتسعدني زياده في حياتي. مهما كنت انت عارف في البيت بيبقى الواحد ايه، نازل اوردر، عنده تليفون، عنده ميعاد، عنده دايما في حاله استعجال فظيعه كده، ما انتش مفيش هدوء. ما بتعرفيش تلتقطي الانفاس يعني. فبمجرد ما ابص له فبيضحك لي كده، خلاص الهدوء جه والصبر جه وكل حاجه. بس الحكايه دي انا بسالها لك لانه دي هم الناس بسالها لي كتير، وعمال تخش كذا مره. لا مش كذا مره والله، لا خالص. لا انا سالتك السؤال ده اول مره اسالك السؤال ده. شريك حياتك اختياره بقى صعب؟ هل صعب ان انا اتجوز او اي واحده تتجوز؟ لا، من فكره الجواز في حد ذاتها سهله، بس فكره سهله مش كده، لكن عطا بالظبط صعبه شويه. صعبه جدا، صعبه جدا جدا، صعبه جدا. انا الحمد لله